السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم طريقة الكرنب. هنجيبه من البداية. هنسلق معاكم الكرنب يا حبايبي. معانا كرنبتين صغيرين حجم متوسط. هنيجي هنا على النار، ضايفين حلة على النار وحاطين فيها مية، وضايفين معلقتين من الملح. المية غليت معانا. هنحط الكرنبة كده يا حبايبي في المية اللي بتغلي بالشكل ده. يا جماعة بالله عليكم ما تنسوا اللايك، بالله عليكم ما تنسوا اللايك على الفيديو. اللايك بيرفع الفيديو، بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم اللي يدخل يشوف الفيديو يعمل لايك أول حاجة، هو اللي بيرفع الفيديو ويخلي الناس كلها تشوفه. عايزين نرفع الفيديو، بالله عليكم اللايك. هنحط حلة كبيرة يا حبايبي على النار أنا، بحيث إن هي تشيل الكرنبة كلها، مش بفرد واحدة واحدة. 5 دقايق تلاقيني خلصت من الكرنب، يعني 5 دقايق تلاقيني خلصت من الكرنب سلقه. لكن لما بفضل أحوش واحدة 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 واحدة، لا كده لا. أنا بهديه في حلة كبيرة على النار عشان كده، بحيث إن هي تشيل الكرنبة كلها. ماشي يا حبايبي. ياخد لها دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الناحية دي، ونطلع على طول. احنا عايزين يدبل دبلان، مش عايزين يستوي على الاخر يتهري معانا، بحيث ان هو يدبل دبلان، مش عايزين يتهري معانا على الاخر. بسم الله كده يا حبايبي. ما خدش معانا دقيقتين على النار بالشكل ده، ما خدش معانا دقيقتين. ما نخليش الكرنب يتهري معانا عشان نعرف نلفه، عشان لسه الكرنب ادوبه، يعني ادوب الموسم بتاعه بيبقى بغوي، يعني مش بيبقى عاصم، لا بيبقى جميل بس صغير لسه. شايفين؟ ما خدش معانا دقيقتين على النار اهي يا حبايبي. كملتش معانا دقيقتين على النار. هنجيب الكرنبة التانية. بسم الله. اهي يا حبايبي، شايفين سلق الكرنب السريع؟ 5 دقايق نخلص كام كرنبة، 5 دقايق. لما تكون المية غالية معانا حلو، نضيف لها معلقتين من الملح، ما ياخدش معانا الكرنب دقيقة في المية بقى بالشكل ده، ولا هو مهري ولا هو لسه قاعد، يعني في عز اهي يا حبايبي كده. شايفين؟ عايزينش يتهري معانا، وعايزينه السواق يكون حلو علشان نعرف نلف صوابع حلوة. ماشي، هنكمل سوا وهنرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم تسبيكة محشي الكرنب. هنعمل معاكم الكرنب وهنعمل معاكم التسبيكة من اول وخطوة بخطوة. بدأنا معاكم الكرنب الاول، وبعد كده هنعمل معاكم التسبيكة. امشوا معايا الطريقة مظبوطة. حطينا حلة على النار، ضفنا فيها 3 معالق من الزيت، ومعانا 4 بصلات وعليهم معلقة من الملح. بسم الله. ومعانا صلصة طلعينها من الفريزر يا حبايبي، ومعانا 5 طماطميات عاملين معصير، ما عنديش غيرهم، وضفت عليهم كتير من الصلصة اللي صلصتها معاكم. شايفين يا حبايبي الصلصة؟
طماطم غالية الأيام دي حبايب الكيلو ب20 جنيه. كان عندي 5 طماطمات عملتهم عصير. امشي معايا الطريقة هيطلع معاك محشي كرنب زي العسل ان شاء الله. تدبل معانا البصلة، مش بحمر البصلة يا حبايبي للمحشي انا، تدبل معانا اضيف عليها الصلصة. ايدينا فيها يا حبايبي عشان متتحرقش. اول ما تدبل معانا هنضيف عليها عصير الطماطم وكيس من الصلصه. هبقى اعمل معاكم الصلصه اللي هي زي الجاهزه، هعملها معاكم ان شاء الله. اول ما ترخص معانا الطماطم نعمل معاكم الصلصه ونشيلها في الفريزر. ما تنسوش اللايك، بالله عليكم ما تنسوا اللايك على الفيديو. هنحشي معاكم كرنب وبتنجان ابيض. التسبيكه هي بتاعت البتنجان بتاعت الكرنب هي واحده، نفس الخلطه. هتدبل معانا البصله، هنضيف عليها عصير الطماطم وكيس من الصلصه اللي احنا مسبكينها مع بعض. رجعنا تاني يا حبايبي بعد ما خلصنا من التسبيكه واستوت معانا التسبيكه بالشكل ده. شايفين اللون الجميل؟ هنضيف عليها التوابل، معلقه من الكزبره الناشفه، نص معلقه من الشطه وده اختياري، ومعلقه من الكمون الحي يا حبايبي مش بحط كمون مهروس، معلقه من الفلفل الاسود، كيسين من المرقه، نص معلقه من الملح. هنضيفه على التسبيكه اللي عملناها مع بعض. وهنا يا حبايبي جايبين كيلو من الرز حاطين عليه كزبره وشمار من المفرزه من الفريزر يا حبايبي، كزبره وشمار من المفرزاهم في الفريزر مش طازه يعني. هنضيف الدمعه كده، بسم الله. هتاكلوا معانا احلى محشي كرنب ان شاء الله. امشي معايا على الطريقه هتاكلوا معايا احلى محشي كرنب. بسم الله. لو محتاجين كزبره وشمار تاني يا حبايبي هنضيف معانا يعني، جاهزينها حسب ما شايفه عينك يعني.
شكلنا عم نحط التسبيكه كلها عشان تبقى لونها جميل. نجيب اللي تحت بحيث كل التسبيكه تدخل في الرز معانا. هنحط لها حبه كزبره وشمر تاني يا حبايبي عشان محتاجه تاني. شايفين اللون الجميل ازاي اخضر مع انه طالع من الفريزر يا حبايبي. كده خلصت معانا يا حبايبي. شايفين الجمال والريحه جميله. معانا الحله يا حبايبي اللي هنحط فيها الكرنب. جبنا عيدان الكرنب قصفناها بالسكينه وفرشناها في قاع الحله بدل ما نحط بصل وطماطم كده حرام. لا، عملنا الكرنب، عيدان الكرنب اللي فاضله من الكرنب قطعناها بالسكينه وضفناها في قعر الحله. ماشي. هنيجي نحشي معاكم الكرنب. بسم الله. نجيب حبه صغيرين واحنا وبنلف ما ندوسش عليه قوي، يعني نخليه كده. نحتفه بالسكينه من هنا من هنا بالشكل ده. ما تخليش مقروس يا حبيبتي عشان يبقى معاكي ايه جميل ومش كابس معاكي بعد السوا. حاولي خليه واخد هوا بالشكل ده. شايفين الصباع كده؟ حبه تصغريه حبه تكبريه حسب حريتك انتي. نحاول ما نجرش عليه يا حبايبي علشان لما يستوي ما يبقاش كابس معانا، يبقى كده مهوي جميل. شايفين يا حبايبي بالشكل ده. ما نتكش عليه. ماشي يا حبايبي بالشكل ده، يعني بحيث لما نلف كده ما نتكش عليه جامد كده بس بحيث يبقى الصباع جميل ما ياخدش معانا مبقاش كابس معانا بعد ما يستوي. وجربوا الطريقه دي والله هيعجبكم خالص. قولوا لي ايه رايكم، بس امشوا معايا خطوه بخطوه. عايزين تعملوه صغير تعملوه كبير براحتكم انتوا حسب حريتك انتي. انا في المعقول في الوسط عاملاه لكم في الوسط كده، في الوسط يا حبايبي. يا حبايبي شايفين؟ في ناس تحب تلفه على ايدها تبع ما انت متعوده. انا بصراحه بحب الفه على الصينيه تبع ما انت متعوده على لفه ايه بالشكل ده. والله يا حبيبتي امشي معايا بالخطوات اللي انا قلت لك عليها هيطلع معاك كرنب جميل خالص. اهم حاجه ما نتكاش عليه لما بنجي نلفه كده، بحيث لما نجي نسويه يبقاش معانا كابس، يبقى معانا كده حلو مفرفر على المثل. بصي يا حبيبتي على مهلك ما تتكيش عليه خالص. والله وجرب الطريقه دي بحيث ان انت ما تتكيش عليه. وشوفيه الشكل ده. لما بنتك عليه بنيجي لما نسويه بيطلع كابس كده وحاجه ناشفه، لكن ده بيطلع حاجه جميله عامل زي الزبده. وهوريه لكم برضه بعد السوا. ماشي يا حبايبي، مشوا معايا بالطريقه دي يا حبايبي. ما نهدرش في الورق، يعني اي حاجه نلفها حرام ما نسيبهاش. يعني انا صباع صغير لفيته ما نهدرش في الورق يعني.
كل حاجة غالية، الطماطم غالية والكرنب غالي، فاحنا ايه منبقاش مبذرين بالشكل ده. كل واحدة تمشي على قد ميزانية بيتها، فحرام نبذر. اللي نحسه طويل يا حبايبي قصه من هنا ومن هنا بالشكل ده. حبة رز صغيرة خالص بالشكل ده. وهنكمل لف يا حبايبي وهنرجع لكم. رجعنا تاني يا حبايبي بعد ما خلصنا من الكرنب، هنسقيه معاكم. ادي المرقة معانا فيها ملحها وفيها كل توابلها يا حبايبي، فيها المرقة. هنضيف على طول المرقة على الكرنب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا حبايبي؟ يعني المية تبقى فوق الكرنب بحاجة بسيطة عشان ما يعجنش معانا. شايفين كده؟ شايفين ازاي المية المرقة بتبقى فوق الكرنب بحاجة بسيطة عشان ما يعجنش معايا الكرنب، عشان يطلع صوابعه حلوة جميلة زي الزبدة كده. ماشي يا حبايبي، هيستوي وهنرجع لكم. ادي الكرنب بعد ما استوى معانا، شايفين الشكل؟ مفيش صباع فلت منه يا حبايبي، شايفين؟ ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ ما شاء الله مفيش اي صباع فلت في الكرنب معانا. بعد ما استوى معانا الكرنب وهنصبه معاكم يا حبايبي بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا حبايبي الجمال؟ مفيش صباع والله العظيم فلت منينا. شايفين؟ ادي يا حبايبي بالشكل ده. شايفين يا حبايبي؟ جميل خالص والله. شايفين يا حبيبي؟ والله العظيم زبدة ما شاء الله. ومع السلامة يا حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك بالقناة والشير واللايك والضغط على الجرس واللايك. بالله عليكم يا جماعة اللايك عشان يرفع الفيديو. مع السلامة.